سلام، أنا دعاء. وهاد الحلقة صراحة غادي تكون أصعب حلقة في قناتي كاملة، ماشي حيت فيها وجع ولكن حيت كطلب منك تفيقي. أهم درس في الحياة هو أننا نتعلمو من الغلط، من الفشل، من الناس اللي جرحونا، من حوايج اللي حشمنا عليهم، حوايج اللي ضحكنا عليهم، من كل تفصيل بسيط داز علينا. الحياة ما كتجربكش باش تكسرك، كتجربك باش تعلمك. وهادشي علاش غنبداو بالدرس الاول اللي علمت بلي الحياة كتبغي تكرر الدروس حتى تفهمي. عارفه شنو؟ الحياة ماشي شريرة، هي معلمة صارمة، وإلا ما فهمتيش الدرس من المرة الأولى غادي ترجعه ليك ب100 شكل، نفس الألم، نفس الأشخاص، نفس الغلط، غير بأقنعة جديدة باش تشوفي واش تعلمتي ولا لا. دونك خاص تكوني واعية وسولي راسك علاش ديما كنطيح في هاد النوع ديال العلاقات، علاش كنتهور، علاش كنخاف نواجه. كل سؤال فيه جواب، وكل جواب فيه درس ليك. وهذا كان الدرس الأول. الدرس الثاني اللي تعلمته هو أنه ماشي الغلط اللي كيضرك ولكن تكرار. كنا كنغلطوا ولكن الخطير هو ملي كديري نفس الغلطة وانتي عارفة راسك وساكتة، كتبقاي تقولي أنا ضعيفة، أنا ما كنقدرش نتبدل، ولكن في الحقيقة راه كتخوني راسك. الحياة علمتني أنني نغلط ونسامح راسي ولكن ما نكررش نفس الفيلم. ماشي خاصك تقطعي كل شيء، ولكن خاصك تفهمي وتقولي لراسك أنا شفت الفيلم وعرفت النهاية ديالو، كان كيبان زوين ولكن ما غنعاودش نتفرج ليه مرة أخرى. أهم حاجة هو أنك تغلطي وتعلمي من الغلط ديالك وما تعاوديش، لأنه كنا كنغلطوا. ثالث درس اللي تعلمته، ما تخليش الناس ينسيوك اش وقع عليك. الناس غادي يقولوا لك سيري الحياة، ما تفكريش، نساي الماضي فات، ولكن الحياة علمتني العكس. ما تنسايش ولكن تفهمي، ماشي باش تعيشي في الحقد ولكن باش تستوعبي الواقع. الجرح راه فيه إشارات، الخيانة راه فيها تحذير، تجارب صعيبة راه فيها تكوين، والماضي راه خريطة ماشي سجن ليك. تعلمي منه ولكن ما تعيشيش فيه. الدرس الرابع، التعلم هو القوة الحقيقية. الفلوس، الجمال، العلاقات، كل شي يجي ويطيح، ولكن واش تقدري تتعلمي، واش تقدري تغيري، واش تقدري تفهمي، هذه هي القوة الحقيقية. الناس اللي نجحوا راه ماشي أذكى منك، ولكن تعلموا كل مرة كيطيحوا كيقولوا داكشي علاش طحت، المرة الجاية غادي ندير اتونسيون، المرة الجاية غادي نكون حذرة باش ما نعاودش نفس الغلط. خليكي ديما طالبة في مدرسة الحياة، وكل مرة طلعي نيفو. شحال من مرة حسينا راسنا ما كنستاهلوش، شحال من مرة قلنا أنا ما كافياش، ولكن تعلمت أن المشاعر ماشي حقيقية. المشاعر موجات وكدوز، ماشي كل ما حسيتي به راه صحيح. خلي القلب يحس ولكن عقلك يكون هو السائق. ماشي كل شعور خاصو يتحول لقرار. مثلا حسيتي بالحزن ماشي نهاية العالم، حسيتي بالغيرة ماشي راه حياتك ماشي زوينة، حسيتي بالوحدة ماشي خاصك ترجع لك لا غولاسيون توكسيك. كوني واعية، أنا كنحس ولكن أنا ماشي المشاعر ديالي. حاجة أخرى واللي علمتها لي الحياة، تعلمت أنه الناس ما كيتبدلوش، انتي اللي خاصك تبداي تصرفي بذكاء. ماشي كلشي كيستاهل فرصة تانية، وماشي كلشي كيتبدل غير حيت وعدنا أنه غادي يتبدل. ناس كيعاودوا نفس التصرف، وأنك باش أنك تقنعي راسك أنهم هاد المرة تبدلوا، هادي راه سذاجة. المرة الجاية ما تسوليش واش تبدل،
سولي واش كيبان تغيير في الافعال او لا غير في الهضره. كوني ذكيه ماشي بارده، كوني واعيه ماشي قاسيه، كوني صادقه مع نفسك ماشي تبقاي متفائله في ناس كيخونوا الثقه ديالك. حاجه اخرى، كوني صبوره ولكن ماشي مع الناس، مع نفسك. بزاف كيقولوا لنا مثلا صبري على داك لا بيرسون راه غادي تبدل، صبري معاه راه عايش ظروف، صبري على الناس راه ما فاهمينكش. لكن انا تعلمت الصبر الحقيقي هو مع نفسك، مع الرحله ديالك. الصبر هو تقولي انا باقي ما وصلتش ولكن غادي نوصل، انا كنخدم على راسي وراه تغيير ماشي بالليله ونهار، انا ماشي كامله ولكن كنخدم باش نولي احسن نسخه من راسي. ماشي تصبري على قله الاحترام، صبري على الطريق، على الالم ولا النضج. صبري على ديك لا تراجيكتوار اللي غاديه فيها، اللي واخداها باش توصلي للهدف ديالك، ماشي على قله الاحترام. قله الاحترام ما عمره ما كان صبر، وانما هذاك غير دل اللي الناس كتقول ليه انه صبر. حاجه اخرى، ملي كنسكتو حتى على الروح ديالنا. اصعب درس تعلمته هو انني كنت كنرضى باش الناس ما يكرهونيش، كنسكت، كنسمح، كنجامل، وكنت كنكبر حفره وسط مني. واش انتي كتخافي تقولي لا؟ كتخافي تقولي ما بغيتش؟ كتخافي الناس يقولوا شوف شحال تبدلات؟ حبيبتي، الا كنتي كترضيهم باش ما يكرهوكش، انتي كتعلمي روحك باش انه تكره نفسها وتكره راسها في المقابل. بركه، تكلمي، كوني واضحه، اختاري نفسك كل مره، واللي ما فهمكش الباب وسع منك تعفو. حاجه اخرى، الماضي راه فات، ولكن لما فهمتيش غادي يتحكم في مستقبلك. ماشي عيب تبكي على ماضيك، ماشي عيب تندمي، ولكن عيب تبقاي اسيره ديالو. اي حاجه دازت خاصها تكون مفهومه، مغفوره ومطويه. بمعنى اي حاجه دازت في الباست ديالك راه ماشي شي حاجه خايبه، راها درس وخاصك تكوني فهمتيه، مغفوره تسامحي راسك، ومطويه تنسيها يعني ماشي باش تنسي، ولكن باش تحري راسك. راه الماضي ماشي عدوك، ولكن لما فهمتيش اش دار فيك غادي يعاود يلعب نفس اللعبه. الحياه علمتني بزاف في عمر صغير، ولكن اهم درس هو انه انا ماشي فاشله، انا في طور التعلم. انا كان غلط ولكن كنطور من راسي. انا بنت الحياه، ماشي اي حياه، ولكن حياه فيها الوعي، النمو والوعي الذاتي. خلي هاد الحلقه ترسخ في عقلك، رجعي ليها كل ما حسيتي راسك ضايعه او لك تقولي انا ضايعه، حيت انتي ماشي ضايعه، انتي كتعلمي. الى عجبتكم الحلقه بغيتكم تعطيوني رايكم، واش تبغيوها تبقى غير حلقه اولا تبغيو نرجعوها سلسله ونسميوها What Life Taught Me اولا سلسله علمتني الحياه. هاد السلسله غتكون هي كتابك الشخصي، كل حلقه تكون فيها مرايه، وانا هنا في كل فصل من حياتك باش نفكرك انتي قادره، انتي كبرتي، انتي وعيتي. وخليو لي الراي ديالكم وغادي نقرا لي كومونتير ديالكم. تهلاو لي فراسكم. باي باي، نتلاقاو في بودكاست جاي ان شاء الله.